اهلا بيكم في قناتنا مروه الهاند ميد. النهارده كل سنه وانتم طيبين. بما ان احنا داخلين على شم النسيم هنصور مع بعض البيضه، طريقه عمل البيضه دي. البيضه دي ممكن تنفع كميداليه. ممكن نحط جواها آه، الوحده بتاعه الاضاءه المدوره اللي هي عامله زي الكوره فتبقى بتنور، ونركب فيها علقه ميداليه فتبقى ميداليه. ممكن تتحط كتوزيعات سبوع، وممكن تستغليها في كذا حاجة. ممكن تحطيها مثلا في ورقة، تغلفيها بتل وتحطي معاها بونبوني أو أي حاجة كهدية للأطفال. ممكن تتلزق في قاعدة مثلا معمولة من الخرز ويتحط جنبها شوكولاتاية أو حاجة. ليها أكتر من استخدام، واستخدام يعني لو فكرتي أكيد هتلاقي لها أكتر من استخدام. احنا هننفذها النهاردة مع بعض، وانتي ليكي حرية توظيفها بقى في اي حاجة انتي حباها. احنا هنعملها النهاردة بخرز كريستال مقاس 8. طبعا ودي برضو معمولة بخرز مط مقاس 8. حجمها هيبقى كبير. لو انتي عايزة تصغريها ممكن تعمليها بمقاس 6 فهيبقى حجمها اصغر. لو انتي عايزة المقاس اصغر، انا هعملها بمقاس 8 علشان تبان بس الخطوات، عشان هي فيها خطوات شوية يعني محتاجة ان هي تبقى واضحة. فهعملها معاكم بمقاس 8. هنقص خيط طويل شوية. الأحسن إن احنا نقص خيط طويل علشان ما نقعدش نقطع كل شوية ونوصل. وهنبتدي بغرزة خماسية. هناخد 5 خرزات، 3 4 5، وهنقفل بالطرف التاني في الخرزة ال5 عشان نبقى عملنا خرزة أسفة غرزة خماسية بالشكل ديت. هنشتغل على الطرف الشمال، هناخد الطرف الشمال هنشتغل غرزة سداسية 6 على 1. معانا هنا طرفين الخيط خارجين من خرزة واحدة. محتاجين عشان نكمل غرزة سداسية محتاجين 5 خرزات. هنحطهم في الطرف الشمال، ادي 3 4 5، وهنقفل بالطرف اليمين. كده بقى معانا اول غرزة سداسية. هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة الاولى اللي عليها الدور في الغرزة الخماسية. كده طرفين الخيط بتوعنا خارجين من خرزتين. هنكمل عليهم غرزة سداسية. هنحط في الطرف الشمال 4 خرزات، ونقفل بالطرف اليمين. عملنا تاني غرزة سداسية، نفس الحكاية. هندخل الطرف اليمين في الخرزة اللي عليها الدور في الغرزة الخماسية من تحت، وهيبقى معانا خرزتين على طرفين الخيط. هنحط في الطرف الشمال 4 ونقفل بالطرف اليمين، وهنكمل لحد ما نخلص بنفس الطريقة غرز سداسية. هكمل واجي اوريكم ازاي نقفل الغرزة الأخيرة مع بعض. عملنا 4 غرز سداسية. هنيجي في آخر غرزة اللي هي ال5، هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي عليها الدور في الغرزة الخماسية اللي أنا ابتديت بيها، وهدخل كمان طرف الخيط اليمين في أول خرزة قائمة في الغرزة السداسية الأولى عشان أشبك الاتنين ببعض وأقفل الشغل بتاعي. كده معايا 3 خرزات على طرفين الخيط. محتاجة إن أنا أحط في الطرف الشمال أو أي طرف من الأطراف مش هتفرق، دي آخر غرزة. محتاجة ان انا احط 3 خرزات. انا هحطهم في الطرف الشمال وهقفل بالطرف اليمين، وبكده اكون خلصت السطر التاني. لو اعتبرنا ان الغرزة الخماسية الاولى اللي عملناها في النص هي السطر الاول،
فكده انا ابقى خلصت السطر التاني عبارة عن غرز سداسية كله. هنبتدي السطر التالت مع بعض اللي هيكون عبارة عن غرزة خماسية وغرزة سداسية او غرزة سداسية الاول وغرزة خماسية. معانا طرفين الخيط خارجين من الخرزة دي، هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي جنبها عشان يبقوا طرفين الخيط خارجين من الخرزتين اللي عاملين زي 7 دول. وهنبتدي بغرزة سداسية معانا منها 2 على طرفين الخيط. هنحط في الطرف الشمال 4 خرزات ونقفل بالطرف اليمين كده. احنا عملنا اول غرزة سداسية، وبعدين هندخل طرف الخيط اليمين في خرزة واحدة بس من على السطر، فبقى معانا خرزتين على طرفين الخيط. هنعمل الغرزة دي خماسية، يبقى محتاجين نحط في الطرف الشمال 3 خرزات ونقفل بالطرف اليمين، وبعدين هندخل الطرف اليمين في خرزتين من على السطر من تحت عشان نعمل غرزة سداسية. يبقى نخلي بالنا لما بنبقى هنعمل غرزة سداسية بندخل طرف الخيط اليمين في خرزتين على السطر من تحت. لما بنعمل غرزة خماسية بندخل طرف الخيط في خرزة واحدة بس على السطر من تحت. هنا هنعمل غرزة سداسية فدخلنا طرف الخيط اليمين في خرزتين من على السطر من تحت، كده بقى معانا 3 خرزات على طرفين الخيط. هنحط في الطرف الشمال 3 خرزات عشان نكملهم سداسية، واحدة سداسية أو غرزة سداسية، ونقفل بالطرف اليمين. الجاية دي خماسية، هدخل طرف الخيط في خرزة واحدة بس على السطر من تحت عشان أعمل خماسية. معايا خرزتين على طرفين الخيط، هاخد 3 في الطرف الشمال عشان أكمل الغرزة الخماسية، هقفل بالطرف اليمين وهكمل بنفس الطريقة. هعمل غرزة سداسية، هدخل طرف الخيط في خرزتين من على السطر من تحت وادخل في الطرف الشمال 3 خرزات. لما اجي اعمل الغرزة الخماسية هدخل طرف الخيط اليمين في خرزة واحدة بس على السطر، وهحط هحط خرزتين عشان اكمل الغرزة الخماسية، وهكمل لحد ما اوصل للاخر واجي اوريكم هنقفل السطر ده مع بعض ازاي. وصلنا لاخر غرزة في السطر بتاعنا اللي هي هتكون غرزة خماسية عشان احنا ابتدينا بسداسي فهننهي بخماسي. هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي عليها الدور في السطر من تحت، واول خرزة قائمة في السطر او في الغرزة السداسية اللي ابتدينا بيها. كده معانا 3 خرزات واحنا هنقفل بغرزة خماسية. محتاجين نحط في طرف الخيط الشمال خرزتين عشان نقفلها خماسي ونقفل بالطرف اليمين. وده السطر الثالث بتاعنا، غرزة سداسية وغرزة خماسية، سداسية على 2 وخماسية على 1 اهو بالشكل ده. هنكمل السطر الرابع. السطر الرابع هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي عليها الدور في السطر من تحت عشان يبقوا طرفين الخيط خارجين من خرزتين، وهنشتغل غرز سداسية في السطر كله. معانا 2، هنحط 4 في الطرف الشمال، 3 4 ونقفل بالطرف اليمين، وبعدين هندخل الطرف اليمين في خرزتين من السطر اللي تحت. كده يبقى معانا 3 خرزات على طرفين الخيط. هناخد في الطرف الشمال 3 خرزات ونقفل بالطرف اليمين. هندخل الطرف اليمين في خرزتين على السطر من تحت، وهنحط في الطرف الشمال 3 خرزات، وهنكمل بنفس الطريقة غرز سداسية لحد آخر السطر. هكمل وهوريكم هنقفل آخر السطر ازاي. وصلنا لآخر غرزة في السطر اللي اشتغلناه كله سداسي. هندخل
طرف الخيط اليمين في الخرزتين اللي على السطر من تحت، وكمان اول خرزة في اول غرزة سداسية قائمة احنا عملناها. كده احنا معانا 4 خرزات على طرفين الخيط، نكملهم سداسي. هناخد خرزتين في الطرف الشمال ونقفل بالطرف اليمين، وبكده نكون خلصنا السطر الرابع بتاعنا اللي كله غرزة سداسية. هنبتدي السطر اللي بعد كده. السطر اللي بعد كده طرفين الخيط خارجين من الخرزة دي، هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي عليها الدور من تحت. كده طرفين الخيط خارجين من خرزتين. هنشتغل السطر ده غرزة عبارة عن 8 خرزات، وواحدة اللي بعدها 7 خرزات. هنا أول واحدة هتبقى غرزة ثمانية من 8 خرزات، معايا منهم 2، هحط 6 في الطرف الشمال. ادي 1 2 3 4 5، وادي الخرزة السادسة اللي هقفل فيها طرف الخيط اليمين عشان يبقى معايا اول غرزة من 8 خرزات. وبعدين طرف الخيط، نركز هنا بقى، طرف الخيط اليمين هدخله في خرزتين من السطر من تحت. ادي اول خرزة، وادي تاني خرزة، يبقى الطرف اليمين خرج من خرزتين من السطر من تحت، والطرف الشمال اللي من فوق هدخله في خرزة من فوق اللي خارج منها الخيط، علشان يبقى اجمالي عدد الخرز اللي معايا 1 2 3 4. والغرزة دي سباعية، يعني فاضل لي 3 خرزات هحطهم في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين. دي تاني غرزة سباعية، يبقى كان 8 7. بعد كده طرف الخيط اليمين هندخله في خرزتين من على السطر من تحت. ادي 1 وادي 2. طرف الخيط الشمال هندخله في خرزة من فوق اللي خارج منها الخيط. يبقى كده معانا 4 خرزات على طرفين الخيط. الغرزة دي من 8 خرزات، يبقى انا محتاجة احط في الطرف الشمال 4 خرزات عشان اكمل الغرزة الثمانية بتاعتي. واقفل بالطرف اليمين. عملت غرزة ثمانية، اللي بعدها غرزة سباعية. هدخل خلاص بقت معروفة ان الطرف اليمين بيدخل في خرزتين من على السطر من تحت، والطرف الشمال بيدخل في خرزة من فوق، فبيبقى معايا 4 خرزات على طرفين الخيط. مرة هخليها سباعية ومرة هخليها ثمانية. دي كانت ثمانية، يبقى اللي بعدها سباعية، يعني فاضل لي 3 خرزات هحطهم في الطرف الشمال. هكمل انا السطر بنفس الطريقة. اللي بعدها هتبقى غرزة ثمانية. اهم حاجة ما تنسوش ان الطرف اليمين بيدخل في خرزتين على السطر من تحت، والطرف الشمال بيدخل في الخرزة اللي فوق اللي احنا خارجين منها من فوق. واكمل سباعي ثماني سباعي ثماني لحد ما اوصل. هوريكم ازاي هنقفل اخر غرزة مع بعض. كده احنا خلصنا السطر بتاعنا اللي بادي ب8 غرز ب8 خرزات وسباع 7 8 7 8 وهكذا. وصلنا لاخر غرزة. الخيط بتاعنا خارج من الخرزة دي، هندخل طرف الخيط اليمين في اخر خرزتين على السطر، وكمان في الخرزتين القائمين دول. كده ادي واحدة وادي التانية بالشكل ده. وطرف الخيط الشمال بندخله زي ما اتفقنا في الخرزة اللي فوق اللي احنا خارج منها الخيط بتاعنا.
الغرزة دي سباعية من 7 خرزات. لو عدينا احنا خارجين الخيط بتاعنا من كام خرزة، هنلاقي 1 2 3 4 5 6، 6 خرزات. يبقى كده فاضل معانا عشان نكمل الغرزة السباعية، فاضل معانا خرزة واحدة نحطها في اي طرف من اطراف الخيط ونقفل بيه الطرف التاني، وبكده نكون خلصنا السطر بتاعنا ديت، وبقى الشكل عندنا بالشكل ده. هنبدأ السطر الاخير مع بعض. طرفين الخيط، نركز بقى في السطر ديت، طرفين الخيط خارجين من الخرزة دي. الطرف اليمين هندخله في الخرزة اللي في الجنب اليمين. يبقى كده طرفين الخيط خارجين من خرزتين، الأصلية اللي كان خارج منها طرفين الخيط، واللي جنبها اللي دخلنا فيها الطرف اليمين. وبعدين الطرف الشمال هندخله في الخرزة اللي موجودة ناحية الشمال. يبقى كده طرفين الخيط بقوا خارجين من 3 خرزات، دي اللي في النص اللي كان خارج منها اصلا طرفين الخيط، واليمين دي اللي خرجت منها طرف الخيط اليمين، والشمال دي اللي خرجت منها طرف الخيط الشمال. هنشتغل غرز تومانية من 8 خرزات، معانا منهم هنا 3، فهنحط في الطرف الشمال 5 خرزات، 2 3 4 5، ونقفل بالطرف اليمين عشان نبقى عملنا اول غرزة ثمانية بالشكل ديت. وبعدين طرف الخيط اليمين هندخله في 3 خرزات من السطر من تحت، 1 2 3. يبقى الطرف اليمين دخل في 3 خرزات من السطر من تحت، والطرف الشمال هندخله في خرزة من فوق اللي طالع منها الخيط. يبقى احنا كده معانا على طرفين الخيط 1 2 3 4 5. عشان نكملها غرزة ثمانية محتاجين نحط في الطرف الشمال 3 خرزات، ادي 1 2 3، ونقفل بالطرف اليمين بالشكل ده. وبعدين طرف الخيط اليمين هيدخل في 3 خرزات على السطر من تحت، ادي 1 ادي 2 ادي 3، وطرف الخيط الشمال هندخله في خرزة اللي احنا فوق اللي خارج منها طرف الخيط. وهيبقى معانا برضو 5 خرزات على طرفين الخيط، محتاجين نحط في الطرف الشمال 3 خرزات عشان نكمل غرزة من 8 خرزات او غرزة ثمانية، ونقفل بالطرف اليمين بالشكل ديت. هنكمل تاني. طرف الخيط اليمين هيدخل في 3 خرزات على السطر من تحت، ادي 1 2 3. طرف الخيط الشمال هيدخل في الخرزة اللي فوق اللي طرف الخيط الشمال خارج منها. معانا 5 خرزات على طرفين الخيط، هنحط في الطرف الشمال 3 خرزات ونقفل بالطرف اليمين. وصلنا لاخر غرزة في السطر ديت. طرف الخيط اليمين هيدخل في 1 2 3، وخرزتين كمان من القائمة، يبقى 4 5. وطرف الخيط الشمال هيدخل في الخرزة اللي فوق الخرزة اللي خارج منها طرف الخيط الشمال. هنعد هنلاقي معانا 1 2 3 4 5 6 7 خرزات. 7 خرزات عشان نكملهم 8 محتاجين نحط خرزة واحدة بس في أي طرف من أطراف الخيط، ونقفل بالطرف التاني بالشكل ده. كده الشكل بتاعي خلص، وهنا بقى عندي في الاخر 5 خرزات. هاخد اي طرف من اطراف الخيط وامشي في ال4 خرزات، ادي كده
1 2 3 4 لحد ما اقابل الطرف التاني واعمل عقدة عشان اقفل الغرزة دي كويس، واعمل عقدة تاني، وبعدين هدخل في اي خرزة عشان اداري العقدة بالشكل ده كده. وبعدين هاخد طرفين الخيط مع بعض ادخل فيهم خرزة، خدت طرفين الخيط اهم، هدخل فيهم خرزة بالشكل ديت، بقت طالعة كده اهي من طرفين الخيط. هاخد بقى طرفين الخيط في الخرزة اللي قصادها، اي خرزة ادخلهم عكس بعض، ادخل طرفين الخيط في اي خرزة عكس بعض. ادي ده دخل كده والتاني هيدخل العكس، واشد علشان اقفل البوزة دي بخرز بالشكل ده. وبعدين هفنش الخيط بتاعي، وبكده تكون البيضة بتاعتي خلصت. ممكن قبل ما اقفلها، يعني قبل ما اول ما اوصل لاخر غرزة في السطر الاخير ديت، ادخل الكورة اللي هي بتنور دي واكمل شغل واقفل. فلما تتخبط كده هتنور، مش عايزة تخليها بتنور خلاص خليها كده. وزي ما قلنا افكارها واستخداماتها كتير، ممكن تبقى ميدالية، ممكن تتحط كديكور، ممكن تتحط في فرع نور وتبقى زينة، ممكن تتحط مثلا توزيعات سبوع تتلف بتل ويتحط معاها بونبوني او شوكولاتة. ممكن يتعمل لها قاعدة من الخرز وتتلزق بالشكل ده وتتحط جنبها دبدوب مثلا وواحدة شوكولاتة. ممكن انتي توظفيها زي ما انتي عايزة. اتمنى ان الفيديو يكون خفيف وسهل، واتمنى ان تكون الفكرة وصلتكم. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك في قناتنا، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عندكم اي افكار او مقترحات او موديلات حابين ان احنا ننفذها، يا ريت تبعتوا لنا صورتها على صفحتنا مروة الهاند ميد على الفيسبوك. واشوفكم فيديو قريب باذن الله. مع السلامة.